النهارده مش هنتكلم عن باور بانك واحد بس، هنتكلم عن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 باور بانكات من براند بيسوس. بيسوس يعني بيست فور يوزر، هو من البراندات القويه جدا حوالين العالم. شراكات مع شركه بوس في الصوتيات، اعلى براند صوتيات في العالم. شراكات في تصنيع البطاريات مع كل العربيات الكهربائيه الجديده. شغل جامد جدا. 300,000 مستخدم بقى موجود في مصر. طبعا كان عايز وكيل تقيل شويه يكون معاه فلوس عشان يشيله، وجبنا اسعار حلوه جدا وباور بانكات من اول 800 جنيه في براند بالعظمه دي زي ما بيقولوا. طبعا معاك ضمان منصور لمده سنه لحد 4000 جنيه. وهنشوف حبه سبيكس جامده واختاروا لنا انهي الافضل قيمه مقابل سعر ونبدا بيه. وده اول باور بانك هيكون ب 900 جنيه. وطبعا ان شركه بهذا العالميه، اللون الاسود، ونفتح كده بسم الله ما شاء الله. طبعا هو عامل لك ليدات كده 100%، 75%، 50%، 50%. ده بيشحن معاك بدي. ده الكابل التاني. يا جماعه الديزاينات في حته تانيه. الطيران تخرق عين وانت طالع المطار. اللون الابيض ده 10000 ملي امبير، 15 واط. حلو. خد بالك هتاخد احجام في بيسوس، احجام باور بانك مستفزه. واكتشوال باتري، اكتشوال سايز. ده اللون الابيض بتاعك ب 900 جنيه برضو، ماشي بتفاصيله. اتمنى انها تكون كويسه معاك. ده المخارج بتاعتك. هتلاقي هنا جاي لك كابل صغير كده بلون الموبايل. نفتح الكابل اهو ابيض واسود. هتلاقي الكابل تايب سي تايب سي عشان لو انت عايز تشحن بيه من هنا اهوت وتحطه في موبايلك. تصميمه والحفر يا جماعه برضو يعني فظيع قوي. كل ده محفور اهو، كل ده محفور اهو. حاجه في الايد قيمه وتستحق. نفس الكلام في اللون الابيض، العلامه بتاعت الحفر. اختار اللي يعجبك. الباور التاني هيكون كابل انديكيت، وهنزود الواط بتاع الباور بانك من 10000 ملي امبير 15 واط، هيبقى 22 واط وهيكون ب 1200 جنيه. وهتفتح كده. الموضوع جامد لا الموضوع جامد هنا. بص احسن. نسيت اقول لكم، بصوا الاستيكرات دي الشركات التافهه، يعني انا بحب حاجات كالطب بسيطه ولكنها جميله جدا. ان دي استيكرات بتطلعها كده تلزقها على الباور. صباح التفاهه يعني. طيب المهم التقفيل يا جماعه حاجه فخمه جدا. ده الباور التاني ب 1200 جنيه، 10000 ملي امبير. طبعا كل ده MFI في ابل، للناس بتاعت ابل بالذات. ده كابل اهوت مدمج. بص الكابل قد ايه. ده كابل مدمج. ده كده حوالي 30 سم. ده مدمج جوه الباور بانك. طبعا الديزاين بتاع اللون الاسود حرفيا مجرم. طب احنا هندوس كده. الشاشه بتاعتك هيت ليدات عشان توفر في البطاريه. ومخرج 10000 ملي امبير، هيكون 22.5 واط. علامه الطياره طبعا سيفتي جدا في الطيارات. بس بيسوس تعتبر كابلات كتيره فيها قوي MFI اللي هي سيرتيفايد باي ابل. هي من الشركات اللي بتصنع واخده السيرتيفيكيشن من ابل، فدي حاجه كويسه قوي يعني الناس اللي حابه تتكلم. نخش على اللون الابيض وتعمل كده برضو. يا ترى بقى ده هيجي معاك كابل؟ مفيش كابل معانا، ان هو الكابل مدمج يا جماعه. ونفس الاستيكرات طبعا. كل ده بولي كربونايت، حاجه نظيفه جدا. والكابل المدمج اهو. دي علقه كده معايا، وزنه خفيف قوي. ده تاني باور معانا FC15 هذا الجميل ب 1200 جنيه. لسه الموضوع اللي يعجبك شكله خده. انا بكلمك حرفيا. الباور التاني معانا FC15. الباور التالت معانا C50، وده هيكون اول باور 20000 ب 1350 جنيه. وانا متشوق طبعا نشوف. كل ده هتلاقوه موجود في الفروع، وهتلاقوه موجود كمان في الويب سايت هنحطه لكم. بص يعني الليدات جميله. الباور بتاعك اهوت علامه بيسوس. معاك مخرج ميكرو كويس قوي، ممكن تشحن ميكرو وممكن تشحنه BD من هنا. معاك مخرج من هنا وجاي الكابل من هنا، وبيجي لون واحد بس اسود. ده هيكون معانا 20000 ب 1350. الباور دوت المفروض ان هو كاتب لك عليه 18 واط، بيقبل لحد 18 واط كويس، خرج لحد 20 واط. وهذا الديزاين من البولي كربونايت 1350 يا صديقي. وندي ده الكرم يقفل. معلش يا كيمو، احنا معانا باورات احسن من انكر، براند اعلى من انكر، وبنص سعر انكر،
وبقى في ضمان احسن من انكر. والحق يا صديقي علشان الموضوع جامد. بيسوس براند تقيل قوي. طيب ده السي 50 1350 جنيه. هنروح حاطين بقى فيه العملاق السي 51. يبقى الكابلات فيه مدمجه نفس ال 20000 وهنزود الواط وهيبقى ب 1600 جنيه. كل اللي انا بقول لك عليه دوت اضرب في 2 هتلاقيه في براندات تانية اقل. انا فرحان جدا باسوس من البراندات الكويسه. لسه هوريك الكابلات في فيديو تاني. حاجه صباح الفل يا معلم. كابل تايب سي من ورا، كابل ايفون من ورا. الكابلين بيدوك شحن 22.5 واط ومعاك 20000. ال 20000 اللي هتبقى واخدها ببيسوس. صدقني هي رانكد عالي جدا في الاكتشوال كاباسيتي، فهي تقريبا هتبقى واخد تقريبا ما يقارب من 26 ل 27000 ملي امبير في انكر. فانت هتبقى واخد كاباسيتي اعلى، وكمان البراند هيكون تصنيف بيسوس اعلى من انكر. طبعا مع كامل احترامنا لانكر من براندات كويسه، ولكن بنص السعر كمان. دوت المفروض ان هو ب 1600 جنيه ماشي. بيشحن معاك 22.5 واط، وطبعا معاك ضمانك لمده سنه على كل هذه المنتجات. تطلع بيه الطياره كل السيرتيفيكيشنز بتاعتك، والشاشه الليد، ومخرجين شحن ومخرجين تاني هنا. فانت معاك 4 مخارج للشحن يا صديقي الصدوق. وهيجي لك معاك كابل كمان مدمج تايب سي. ده شكل الكابل اهوت. وجاي لك برده معاه نفس الستيكرز اللي هو انت لو عايز تحطها هنا علشان خاطر لو عايز تدلع الموضوع شويه. بعد كده بقى هيكون عندنا الوايرلس. وخد بالك هنكون معانا اول باور بانك وايرلس في مصر. هيبقى بيشحن 27 واط. مفيش ولا باور بانك في مصر بيشحن 27 واط. باور بانك ده المفروض سعره غالي جدا 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 جدا. ال 17 برو ماكس بيشحن 27 واط. الاس 25 والاس 24 شحن 27 واط. ده نقطه كده. وهيكون اول باور يشحن معانا. يبقى معانا باورين احلى من بعض في الوايرلس. هنفتحهم سوا ونقول اسعارهم. دول الاثنين الميكس سيف. واحد فيهم قوه الشحن بتاعته هتبقى 15 واط، وده اللي دارج في كل الموبايلات الشحن 15 واط. ال 17 برو ماكس والاس 25 بيشحن 27 واط. دي تكنولوجيا شحن جديده برضو بيسوس كانت منزلاها، يعتبر من الاوائل. هيكون ده ب 2600 جنيه وده ب 1600 جنيه. خد بالك الاسعار دي هتكون انت شايفها غاليه ولكن قريبه جدا. فالباور اللي ب 1600 جنيه ده 10000 ملي امبير. للاسف انا كنت ببيع انكر ب 2300 جنيه 5000 ملي امبير واكتشوال كاباسيتي اقل. فيعتبر ده صفقه كويسه للناس اللي عايزه وايرلس اوريجينال ومن براند يكون معروف في ام اف اي. وهذا الانطلاقه الجديده. نفتح ونشوف. انا متشوق افتح ده الاول. ليه بقى؟ اول باور بانك وايرلس 27 واط بالسوق المصري. قلبي يا جدعان، قلبي مع التكه والله. انا عايزك تبص في التفاصيل يا صديقي. هيكون 2600 جنيه اول باور بانك 27 واط. ده كوالكوم 2 يا صديقي. وقلبي الصغير لا يتحمل. الشحن اللاسلكي طبعا السريع معاك. ال 17 برو ماكس هيكون ده مخصص ليه قوي الباور بانك دوت، لان هو بيشحن 27 واط. الصفقه بقى اللي بقول عليها 10000 ملي امبير مش 5. ام اف اي. الانكر مش ام اف اي. وب 1600 جنيه يعني اقل 700 جنيه من الباور بانك بتاع انكر. باور بانك انكر ب 5000 ملي امبير ده 10000 ملي امبير. خلينا نكون واقعيين. انكر برضه عندها منتجات كويسه هنراجعها نقول انها حلوه. ده الديزاين الليدات هنا حلوه. خد بالك ده هنا في ليدات اهي بس في الشياكه خالص. وبيسوس طبعا. وده معدن. هنا بولي كربونايت خفف الوزن. الناس اللي معاها ايفون فاست وايرلس تشارجنج. والليدات بتاعتك هنا اهي من غير اي حاجه. قمه الجمدان. الكابلات برضو بيبقى جاي مع الحاجات دي كابلات. ما اظنش هيحطوا الاستيكرات. حاطين برضو الاستيكرات. خد بالك عشان الكابلات دي ثمنها 300 جنيه و250 جنيه. لما هنعمل مراجعه الكابلات في بيسوس هم ابشخ حد في كوكب الارض في الكابلات. هم ومو. فالكابلات دي اصلا غاليه. وكده دي مراجعه الوايرلس 27 واط. وقلنا ده هيكون اول باور بانك ب 2600 جنيه بيشحن 27 واط. مخصص اول ال 17 برو ماكس والاسات العاليه ماشي. ممكن تستخدمه كباور بانك عادي جدا لاي حد من هنا ب 2600 جنيه بيشحن 27 واط. ده هيشحن 15 واط من الوايرلس و22 واط من الكابل. فب 1600 جنيه ده صفقه حرفيا بما تعنيه الكلمه. الاثنين موجودين. في عملاق 21145 واط بس هنخليه في الاخر. بعد كده هنخش على الباور بانك ال 20000 ملي امبير الانر سيل ب 1700 جنيه. ومن الباورات يعني ممتازه جدا. قرب كده. الديزاين نفس الديزاين اللي كنا عملناه قبل كده 10000 ولكن 20000 ملي امبير بنفس التصميم اللي عاجبني جدا. نفس العليقه بتاعت الكابل من هنا. تاخد 22 واط 20000 ملي امبير 1700 جنيه. ال 10000 في انكر اللي زي ده ب 2000 جنيه. مهم الشركات تتنافس في مصر على مصلحه العميل. ضمان احسن، اسم اعلى،
كباستي اكبر. ده الديزاين طبعا. الفيديو ده يا جماعه كده فتح فيه منتجات بحوالي 60,000 جنيه. الشاشه الليد بتاعتك 22.5 واط، رامه الطيران، تروح عامل كده وتمسك في ايدك كده ماشي. هذا العملاق 1700 جنيه، 20,000 ملي امبير. ركز في السعر، ده رخيص جدا. هذه صفقه يا صديقي بالنسبه للبراند. اللون الابيض للناس اللي حياتها بيضه، هندوس كده على زرار الباور من الجنب، تلاقي الليد اهوت كلمه بيسوس حفر. كل ده بولي كربونايت 22.5 واط، علامه الطيران هنا اهي، وعلقه تانية عشان تقعد تمشي كده. واللي انت معلق منها دي هتروح عامل كده يقول لك فاست تشارج. طبعا على ايفونات هيبقى الموضوع كويس جدا. 22.5 الشحن السريع. 1700 جنيه الاف سي 51. وتعالى بقى للثلاثه التقال اللي انا بقى منتظره. ال 45 واط باور بانك هيكون معانا 45 واط يا صديقي، سعر كويس جدا، وهيبقى اللقطه حرفيا والصفقه حرفيا. عندك قوه 45 واط. المخارج بتاعت الشحن معاك عندك 4 مصنع من البولي كربونات، نسخه ال 10,000 ونسخه ال 20,000. هناخد حاجه سفروته حجم باور بانك الواط بتاعه عالي جدا 45 قد كده. نسخه ال 10,000 ب 1800 جنيه، نسخه ال 20,000 وانا بقول دي الصفقه حرفيا. نفتح ال 10,000 الاسود لان انا بحب الالوان البلاك والابيض، وال 20,000. هذا هو الباور بانك يا شباب. مش عارف انت شايفه في الايد ولا ايه؟ الموضوع مضحك جدا ماشي. 45 واط 10,000 ملي امبير، ده احدث تكنولوجيا عندهم في البطاريات، ورفيع وتفاصيل جامده جدا. المفروض ان احنا كنا عارفين ان هو في كابل واحد، ولكن الكابلين ده كده عليه اهو، وده كده مقفول من تحت. طب هل نكتفي بهذا القدر؟ هذا السفروت بقى، ده الشاشه الليد، ده الباور، ده الديزاين، ده السيرتيفيكيشن طبعا، وعلامه الطياره يطلع الطياره ماشي. ادي كابل، ادي 2، ادي 3، ادي 4 كابلات في الباور بانك الصغير ده ب 1800 جنيه. 1800 جنيه. وده اللون الابيض برضو تفاصيله جميله جدا يعني بص كده الموضوع مشوق زي ما بيقول يعني. اختار بقى اللون اللي يعجبك فيه. الصفقه بقى حرفيا 2200 جنيه، واظن ده هيبقى اكتر باور هيبقى عندهم، لان مفيش حاجه 45 واط في السوق. ده الديزاين بتاعه، كابل تمسكه كعليه اهو، كابل التاني التالت الرابع. حرفيا الصفقه 2200 جنيه، 20,000 ملي امبير، 4 مخارج للشحن، في كابلين مدمجين وكابلين لو انت عايز تشحن بيهم من بره، وعلقه في الايد، ومعاك ضمان منصور. الصفقه حرفيا زي ما انت شايف 20,000 2200 جنيه، 45 واط، الشاشه الليد بتاعتك، والكابل مدمج، كابلين مدمجين فيهم واحد تستخدمه كعلقه، وضمان كل باورات بيسوس الضمان بتاعها هيكون لمده 2 سنين. سيداتي انساتي سادتي، يسعدنا ان نقدم لكم باور بانك الحلوف 145 واط 21,000 ملي امبير. نفس الباور بانك ده موجود في انرجايزر ب 4,000 جنيه، موجود في انكر ب 4,500. الله يخرب بيت امي. الموضوع يعني بصوا 75% 0 واط 145 واط. انا مش عارف اعمل ايه. ده بقى باور بانك تشحن بيه حياتك بما تعنيه الكلمه. طبعا الواط ده عالي قوي. لو هنشتري شاحن 145 واط فهنشتريه ب 3,800 جنيه. الكابل اللي جاي معاه اساسي، بما انه هيبقى جاي الكابل ده لوحده بيقرا 145 واط، فالمفروض ده ثمنه لوحده حوالي 800 جنيه جاي لك جوه العلبه. مش هنشحن موبايل، هنشحن لابتوب، وهتلاقي اللابتوب بيشحن معانا. طبعا هو عندي 100%، ولكن يعني ده يدل على الشحن. تعالى بقى، طيب المفروض ده بقى كده شاشات بتبين لك الشحن وكل حاجه. هو هنا 75%، هو بيطلع حوالي 15 او 13 واط، لان اللابتوب عندي يعتبر مشحون بالكامل، فهتلاقيه بقى بيشحن معاك زي ما انت عايز. طبعا ده لو هيديني اقل من 100 واط اللابتوب عندي هيقول لي ان هو ده سلو تشارجر. الكابل اللي جاي معاه ده غالي، لان الكابل ده بيستحمل لحد 145 واط، فده اصلا في الطبيعي هتلاقينا بنبيعه في الكابلات بسعر غالي جدا، لان اقصى حاجه في التايب سي هي ال 60 واط، او ده المدرج في السوق. لكن اللي فوق ال 60 واط بيبقى غالي، ال 100 واط بيبقى غالي، ال 140 بيبقى غالي جدا. طبعا 20,800 ملي امبير، علامه الطياره. اللي يا جماعه الحجم صغير جدا، الحجم صغير جدا، وعشان يحط هنا تشيبات تشحن 145 واط، فالمفروض التشيبات دي تاخد مكان. كل ده معدن، كل ده معدن. عندك 1 2 مخارج شحن بيبتدي ان هو يترانسفورم بينهم.
موضوع يعني. وهنا الشاشه بتاعتك يعني قيم في الايد لو انت حبيت ان انت في يوم من الايام تحطه على الترابيزه او الكلام دوت. 10 باور بانكات كانوا احسن من بعض. 10 باور بانكات السعر يعتبر قليل جدا فعلا، بنشكر الوكيل ان هو راعى التسعير نوعا ما. معاك ضمان لمده سنتين. بيسوس 300 مليون مستخدم حوالين العالم، مش ديفايس اتباعت. انت بتتكلم في وحش بقى موجود في مصر، وكويس ان هو نازل باسعار تنافسيه جدا تخلينا نعيد الكلام في كل الفيديوهات اللي كنا بنتكلم عن كل البراندات اللي قبل كده. الفتره الجايه هيكون معانا براندين اقوى من بعض، مرحبا بيهم في مصر. البراند الاولاني هو بيسوس، البراند الثاني المفروض ان هو هيكون موفي، الاثنين MFI من ابل، الاثنين مانيفاكتشرنج، التصنيع عندهم عالي جدا جدا جدا، واخد كواليتي خزعبلي. ضمان سنتين في بيسوس. الضمان بتاعك في براند او في شركه محترمه جدا وهي شركه منصور، واسعار تكون رائعه. احنا حبينا نحط الباورات كلها في فيديو واحد عشان تقارن. مفيش باور احسن من باور. اللي عاجبك شكله واللي عاجبك حجمه خده عادي جدا. ابو 800 زي ابو 3800 جنيه. هو في الاول وفي الاخر كلها حسب البادجت اللي عاجبك وحسب الحجم اللي عاجبك وحسب الديزاين اللي جاي على هواك. على طول خش واشتري. هتلاقي في اول كومنت تحت اللينك بتاع البراند بتاع بيسوس كله، بحيث تخش تاخد لقطه كده في الكابلات والسماعات وكل حاجه. وفي نفس الوقت لو عايز تكلمنا على الواتساب هتلاقيه موجود. في الفروع هتلاقي كل تشكيل بيسوس موجود، ودي حاجه طبعا يعني اقل حاجه نعملها لاي براند هيخدمك كعميل وهيقدم لك كواليتي دوت بالاسعار دي. هتلاقيه موجود في الفروع. ممكن تكلمنا على الويب سايت مباشره، او تخش تكلمنا على الواتساب وتكلم حد من السيلز ونوصلك لحد باب البيت منتج يليق بيك، يليق ان انا ابيعه لك. اهلا بيسوس في مصر.